يا مساء الفل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بكل صحة وخير وسعادة. هتحس إن المرة دي إن المراجعة مختلفة لأن ده موبايل مختلف، وده موبايل أوبو A6 برو اللي بيقولوا عليه إيه غير اللي أنت متعود عليه. وأعتقد أوبو هنا قصدت لأنها غيرت حاجات كتير جدا في الموبايل، وكمان غيرت التسعير. خليني اتكلم معاكم بصراحة، هو من حيث التصميم الموبايل شكله شيك جدا، وهتحس ان مسكته في ايدك مريحة، وكمان سمكه رفيع جدا، تقريبا ممكن تتكلم في 8 مللي. والموبايل وزنه خفيف حوالي 185 جرام. ولو بتتكلم على القوة والحماية فهو فيه اي بي 68 واي بي 69 وشهادة عسكرية لمقاومة الصدمات. الشاشة جودتها كويسة جدا، هتديك أداء كويس قوي حتى تحت إضاءة الشمس. ولو انت بتلعب جيمز هتديك ألوان ممتعة لعينك. لو بتتفرج على محتوى الشاشة هتكون من نقط القوة بالنسبة لك في الموبايل. وحجم الشاشة هنا لطيف جدا، يعني ما تقدرش تقول ان هو حجم كبير يقرب للفابلت، ولا تقدر تقول برضو ان هو حجم موبايل صغير. 6.57. وبصراحة أنا عن نفسي بفضل الحجم ده لأن الحجم الأكبر بيكون تقيل ورخم، والحجم الأصغر برضو ممكن تكون الرؤية فيه مش كويسة قوي. وطبعا هيجيلك باندرويد 15 مع واجهة كالر او اس 15 من اوبو، الواجهة اللي بصراحة مش هتلاقي معاها اي مشكلة. وجاي لك برضو بمعالج ممتاز ميديا تك دايمنستي 6300. المعالج ده 6 نانومتر، وفي الفئة دي بيعتبر المعالج هيأدي معاك أداء كويس سواء في الألعاب التقيلة وكمان في التصفح. النقطة اللي هتلاقيها كويسة الحاجات اللي جاية وهقولك عليها وضافتها اوبو. واعتقد ده اللي خلى اوبو تقولك ان هو ايه غير اللي انت متعود عليه، انها حطت فيه مثلا بطارية 7000 ملي امبير مع شحن عكسي 13.5 واط سريع، وعندك كمان شحن بي اس 33 واط. ومع حجم البطارية دي يعني انت عندك هنا شحن سريع بقى للموبايل نفسه 80 واط، والشاحن طبعا بيجي في العلبة مع الموبايل. فهنا رفع الموبايل لفئة بقت ما بين الفئة الاقتصادية وفئة الميد رينج. الكاميرات هنا أداءها كويس، عندك كاميرا 50 ميجا بكسل، والكاميرا دي بفتحة عدسة 1.8، وعندك كاميرا تانية للعزل 2 ميجا بكسل، وكاميرا السيلفي 16 ميجا بكسل. وبصراحة أداء الكاميرات هنا تقدر تقول برضو إن اترفع من الفئة الاقتصادية للفئة الأعلى شوية، بالإضافة لأن عندك ال AI من أوبو كمان هيساعدك في انك تعدل على الصور لانك واخد نسخة AI كاملة. كل ده ممكن ما يكونش مبهر بالنسبة لك، ولكن بالنسبة لي اللي شفته مختلف مثلا الشبكات في الموبايل. فهنا مثلا فكرة ان اوبو تحط لك نوع انتنا سويتش قوي شوية يقدر يستقطب الشبكة وتقدر تتكلم في المناطق اللي فيها خرسانة، الموبايل هيديك برضو أداء كويس جدا. كمان نظام التبريد الجديد بتاع أوبو اللي بيخلي نسبة السخونة في الموبايل تقل تقريبا حوالي 20%، وده بيرفع من أداء المعالج ومن صحة المعالج، لأن طبيعي المعالج لما بيسخن حتى في الموبايلات الفلاجشيب أداؤه بيقل. الموبايل سعره الرسمي 17,000 جنيه، وخليني أقول لك إن الموبايل ده بيخاطب الفئة اللي عاوزة تدفع جزء زيادة من الفلوس عشان بتقعد الموبايل بالخمس وست وسبع سنين. إنما الشخص اللي بيغير موبايله كتير ممكن يحسبها حسبة تانية، لأن أوبو طبعا نسبة الأعطال والمشاكل فيها مش كتير خالص، وتعتبر من أقل الشركات، وده مش كلامي، ده كلام رسمي. بشكركم، يا رب ما كنتش طولت عليكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو عندك أي استفسار سيبهولي في الكومنتات. أشوفكم في فيديوهات جاية. سلام.